تعالى كده يا صديقي، تعالى قرب بس. شايف انت الجزيرة ديت؟ دي الجزيرة الأقرب لقلبي. هي جزيرة وقارة وبلد. بلد يمكن كانت جوه حلمي، ويمكن عشان بشوف فيها المستقبل، ويمكن عشان أنا كمهندس وعارف إن ملايين زينا بيحلموا يهاجروا ليها ويدوروا على فرصة وبداية جديدة وحياة أهدى بكتير من دوشة العالم حوالينا. بلد المناظر الطبيعية اللي تحس إنها مرسومة بإيد الخالق، والهدوء اللي يخليك تسمع دقات قلبك، والفرص اللي بتستنى اللي بيعرف يستغلها. يمكن حلم، ويمكن في يوم يبقى حقيقة، بس الحقيقة المؤكدة إن استراليا مش مجرد دولة. دي حكاية طويلة وغريبة ومليانة أسرار. حكايتنا النهاردة هتاخدك معاها، لأن في آخر خريطة العالم في ركن بعيد لدرجة إن الرحالة زمان كانوا فاكرينه مساحة بيضاء على الورق، كانت الجزيرة العملاقة دي نايمة ومستنية حد يكتشفها. والآلاف السنين كان في شعب عايش جواها، وبيمشي وسط الصحراء، بيتغذى من الغابات، وبيسمع صوت الأرض، وبيحفظ حكاياتها، وحكاياتها بتتنقل من جيل لجيل. لكن العالم حواليهم كان بيتغير، ممالك بتقوم وامبراطوريات بتقع وحضارات بتتبني على حضارات، واستراليا كانت ساكتة ومستنية اللحظة اللي هتدخل فيها التاريخ. اللحظة دي كانت جاية، احنا النهاردة هنمشي معاها من أول الطريق، من أول ما كانت أرض منسية لحد ما بقت واحدة من أقوى وأجمل دول العالم الحديث. لو البداية دي عجبتك يا صديقي، يا ريت تدعمني بلايك وشير، ويا ريت يعني لو فيها شوية رسالة مني سبسكرايب. قبل ما أوروبا تفتكر تبعت سفن، وقبل حتى ما يتكتب أول حرف في التاريخ، كانت أستراليا معمورة، مش فاضية ومش مستنية الأوروبيين. لأ، كان فيها شعب كامل، سكان أستراليا الأصليين اللي عاشوا على الأرض دي من أكتر من 60,000 سنة. تخيل الرقم، 60,000 سنة، ده مش تاريخ، ده عمر قارة كاملة. الناس دول كانوا شايفين العالم بطريقة مختلفة. ما كانش عندهم ملوك ولا جيوش ولا عندهم الحلم. الحلم بالنسبة لهم مش نوم، الحلم هو التاريخ، الحلم هو الخريطة، وهي بداية الكون. لأنهم كانوا بيؤمنوا إن الأرض بتحكي، والصخر ليه روح، والمطر ليه معنى. وبسبب حبهم للطبيعة، يمكن يكون ده السبب إنهم عاشوا آلاف السنين بدون ما يسيطر عليهم حد، لأنهم عرفوا إزاي يتعايشوا مع الطبيعة بدل ما يحاربوها. وفي الوقت ده كان العالم بعيد جدا، فارس واليونان وروما والصين كل ده كان بيقوم يقع، ولكن استراليا كانت في عالم تاني، في جزيرة معزولة، لا حد بيزورها ولا حد يعرف انها موجودة. ولو نرجع بقى للعالم اللي بره، العصر ده كان عالم السفن الضخمة والجغرافيا الجديدة، ورجالة البحر اللي بيغامروا بحياتهم عشان يرسموا خرايط. في سنة 1606 أول واحد وصل لأستراليا كان البحار الهولندي ويليام يانسن. بس الراجل ده شاف شط صغير وافتكرها جزيرة صغيرة ومشى. وبعديها بكام سنة الهولنديين رسموا أجزاء منها، وكانت النتيجة إنهم سموها نيو هولاند، أو هولندا الجديدة. لكن هل اهتموا بيها ولا حتى حاولوا يدخلوا جواها؟ لأ، أبدا. الاختفاء والكتمان والغموض لسه مستمر. وهنا بقى تبدأ القصة الحقيقية. سنة 1770 اللي بريطانيا في الوقت ده كان الملك جورج الثالث. في اللحظة دي ظهر واحد اسمه الكابتن جيمس كوك، اللي خرج بسفينته عشان يرسم خرائط جديدة للعالم. ونيجي هنا يوم 19 إبريل 1770، السفينة ديت بتقف على يابسة، ومع أول خطوة كوك وقف على الأرض في شرق أستراليا وسجل في دفاتره: هنا أرض جديدة لم تكتشف من قبل. وطبعا احنا عارفين إنها مكتشفة من 60,000 سنة، بس دي كانت رؤية الأوروبيين. كوك مش بس نزل، ده لف الساحل الشرقي كله، واتبهر بالخضرة والكائنات الغريبة والسماء اللي لونها مختلف، وأعلن رسميا إن الأرض دي أصبحت جزء من التاج البريطاني. ومن اللحظة دي يا صديقي العزيز انتهى زمن العزلة وبدأ زمن جديد. يمكن أغرب حاجة في القصة كلها إن أستراليا ما ظهرتش للعالم كدولة مهاجرين زي النهاردة، لأ، ظهرت كسجن. سنة 1788 بريطانيا عندها مشكلة، السجون مليانة، فقررت تبعت أول أسطول سجناء لأستراليا. الأسطول ده كان اسمه ذا فيرست فليت، وخرج الأسطول ده من إنجلترا ومعاه 1400 شخص، ومن بينهم 736 سجين. والرحلة أخذت منهم حوالي 252 يوم، والمكان اللي وصلوا له اتسمى فيما بعد سيدني. ومن هنا بدأت المستعمرة الأولى، وبعدين المستعمرة التانية والتالتة، وهكذا لحد ما بقى نص القارة تقريبا مليان مساجين. هل وصلوا ل10,000، 20,000، 30,000؟ لأ، العدد اللي وصل له 162,000 سجين. ولكن الغريب يا صديقي إن دول هم اللي أسسوا الطرق وبنوا الجسور وزرعوا الأراضي وفتحوا الباب لمستقبل جديد. إنما بالنسبة للسكان الأصليين اللي حصل معاهم كان مأساة: أمراض ونزع أراضي وصدمات، وحياة كاملة انقلبت. في سنة 1851 حاجة حصلت قلبت الدنيا: اكتشاف الذهب.
فجأة الناس من كل أوروبا بدأت تتدفق على أستراليا، المدن كبرت والطرق اتفتحت والأسعار ولعت والحلم بقى أقرب. وفي سنة 1855 لحد 1890 معظم المستعمرات بدأت تاخد حكم ذاتي، لحد ما جت اللحظة اللي كان لازم تحصل، وهي سنة 1901. الست مستعمرات اتحدوا واتولدت أستراليا، وأخيرا بقت دولة واحدة. ورغم بعدها عن العالم إلا إن أستراليا دخلت في عالم الحروب. الحرب العالمية الأولى 1914 استراليا شاركت بقوة، وخصوصا في معركة جاليوبي قرب تركيا. وبعدها يا صديقي الحرب العالمية الثانية اللي هي من 1939 لحد 1945، والأول مرة الخطر قرب لأراضيها. اليابان قصفت مدينة داروين تحديدا سنة 1942، والاستراليين حسوا إن العزلة ديت مش حماية، العزلة خطر. ومن هنا بدأت العلاقة القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية لما أمريكا حمت المنطقة والحرب خلصت. بس استراليا اتغيرت وبقت محتاجة ناس كتير، محتاجة عمال ومهندسين وأطباء، محتاجة هجرة. بعد الحرب يا صديقي اترفعت لفتة كبيرة جدا على أبواب البلاد: أستراليا needs people. وبدأت موجات الهجرة، أولها من أوروبا وبعدين من شرق آسيا وبعدين من الشرق الأوسط وبعدين بقت مفتوحة للعالم كله. في السبعينيات ألغوا سياسة أستراليا البيضاء وبقت الدولة رسميا متعددة الثقافات. مدن زي ميلبورن وبيرث وبرسبين كبرت بشكل ضخم وبقت فيها جامعات عالمية وصناعة وتكنولوجيا ووظائف تاخدك من أرض السماء. وأستراليا نفسها بدأت تبقى واحدة من أغنى الدول، أهدى الدول، وأكتر الأماكن اللي الناس تحلم تعيش فيها. ندخل بقى على النهاردة. أستراليا دلوقتي مش سجن، مش مستعمرة، مش أرض منسية، دي واحدة من أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة والتعليم والأمان وفرص العمل، وخصوصا الفرص. يعني أنت مثلا لو مهندس هتلاقي فيها فرص في البناء والطاقة والتعدين والذكاء الاصطناعي والاي تي. وشوارعها يا سلام، لو تمشي في شوارعها هتلاقي 200 جنسية ماشية جنب بعض من غير ما حد يحس انه غريب ولا في عنصرية. والطبيعة يا صديقي، استراليا عبارة عن فيلم طبيعي: شواطئ وغابات وصحراء وجبال وكائنات مش موجودة غير عندهم. هي فعلا بلد تتعاش. الحكاية بدأت بعزلة وبعدها اكتشاف وبعدين صدام وبعدين نهوض وبعدين ميلاد الدولة اللي النهاردة بقت حلم حقيقي، حلم ممكن يكون صعب بس مش مستحيل. وأكبر دليل إن ملايين الناس من كل مكان بيفكروا فيها كخطوة أولى لبداية حياة جديدة. وبالرغم كل اللي حصل من 60,000 سنة لحد النهاردة، لسه الأرض دي عندها حكايات كتير تتحكي، لسه ما خلصتش. يمكن في يوم أنت هتكون جزء منها.